قد تكون بلدة القادر في وسط الغرب الأمريكي صغيرة لا يتجاوز تعداد سكانها 1400 نسمة، لكن دلالاتها التاريخية والسياسية كبيرة جدا، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه الإسلام والمسلمون لحملة عداء غير مسبوقة في الولايات المتحدة. فقد سميت البلدة على اسم الأمير عبد القادر الجزائري عام 1840 لتكون بذلك الموقع الأمريكي الوحيد الذي يحمل اليوم اسم شخصية عربية مسلمة. مراسلنا عبد الرحيم فقرة يروي زيارته بلدة القادر في هذا التقرير. عبر مساحات شاسعة من حقول الذرة في ولاية أيوا الأمريكية تلوح في الأفق بلدة القادر، هكذا سماها المحامي الأمريكي تيم ديفيس عام 1840 تكريما لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري للاستعمار الفرنسي آنذاك. في متحفها الصغير تحفظ البلدة ذاكرة الأمير. بيتي بوك هولز التي تسهر على المتحف تقول إن انهزام الرجل أمام الجيوش الفرنسية في نهاية المطاف لم يمحي ذكراه من ذاكرة أهل البلدة كمقاتل باسل في الجزائر وكرمز للتسامح في سوريا حيث أنقذ حياة مئات المسيحيين آنذاك. لقد قاتل من أجل الحرية، قاتل من أجل استقلال بلاده وشعبه، ولهذا استحق الإعجاب، ولأن الناس هنا يؤمنون بذلك. عمدة البلدة بوب جارمز يقيم فيها منذ سبعينات القرن الماضي، وقد وفرت ذاكرة الأمير عبد القادر للعمدة وبلدته الصغيرة أجنحة كبيرة تحلق بهما في رحاب الدبلوماسية الدولية. اجتمعت إلى سفراء جزائريين لدى أمريكا تابعوا ما يجري في القادر خلال السنوات الماضية. الحكومة الجزائرية قدمت لنا دعما ماليا مهما في أعقاب فيضان عام 2008، وهو ما يعطي معنى لحقيقة تسمية القادر كتخليد لجورج واشنطن الجزائري. على مقربة من دار الأوبرا أقيمت حديقة صغيرة تكريما لمدينة معسكر الجزائرية مسقط رأس الأمير عبد القادر. صفو هذه الرمزية حسب كاثي غارث لم تعكره لا أحداث 11 من أيلول سبتمبر ولا ما لحقها من زلازل في العلاقات الأمريكية الإسلامية. إنه أمر حيوي أننا نمضي قدما في التعليم، نأمل أن الناس يسعون إلى ذلك. الأغلبية تريد التعلم للإبقاء على العقول منفتحة. لا تكتمل زيارة بلدة القادر إلا بزيارة مكتبتها، حيث تقف ذاكرة الرجل الذي يسمع الأمريكيون في حربه ضد الجيوش الفرنسية صدى لحرب استقلالهم عن بريطانيا. كما لا تكتمل صورة القادر دون زيارة لمقبرتها، حيث يرقد أموات أمريكيون عاصروا الأمير الجزائري وربما عرفوه فيلسوفا ومناصرا لدينه وقائدا لرجاله ومحبا للحرية مثلهم كما يقول أحفادهم. كل نفس ذائقة الموت، لكن ذاكرة الأمير عبد القادر لا تزال حية في هذه البلدة التي ربما تمثل جزيرة للتسامح في خضم يتموج بالعداء والكراهية في هذه المرحلة من علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي. عبد الرحيم فقرة، الجزيرة، بلدة القادر في ولاية أيوا الأمريكية. ومعنا من الجزائر محمد عباس الكاتب المختص في تاريخ الجزائر المعاصر. سيد محمد، وكأن تلك البلدة في وسط الغرب الأمريكي يعني وفرت للأمير عبد القادر الجزائري التقدير والاحترام الذي لم توفره بلده، ما رأيك؟ والله الأمير عبد القادر يحظى في الجزائر بكل احترام وتقدير، وتعرف أنه الرئيس بومدين حرص على أن يستعيد رفاته من سوريا منذ تقريبا بعد أول سنة فقط من توليه الحكم عام 66. وللأمير عبد القادر بالجزائر يعني احتفالات سنوية، وله مؤسسة يعني بيئة مع الكلمة تنشط دوريا وتقيم اللقاءات تقريبا ليس لذكاء فقط ولكن لتراثه كذلك، لا سيما التراث الآن للأمير وهو التعايش بين الثقافات والتسامح الديني بصفة خاصة. كيف ينظر اليوم في الجزائر للأمير عبد القادر؟
تعرف بأن الأمير عبد القادر ينظر على أساس أنه مؤسس الدولة الجزائرية العصرية، فهو مرجع يعني المرجعية للدولة الحالية يعني، ويحظى بكل تقدير واحترام، وتقام له سنويا يعني ذكريات، سواء بمناسبة مبايعته في نوفمبر أو بمناسبة وفاته. وفيه يعني مؤسسة من نشطائها أفراد من عائلته، لا سيما من أبناء عمه السيد علي بوطالب. نعم. يعني في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم وتتحدث فيه وسائل الإعلام عن الإسلاموفوبيا في أمريكا وفي الغرب وعن العداء للإسلام، يأتي هذا المثال الباقي في الولايات المتحدة ليناقض كل تلك الأحاديث. كيف ترى ذلك؟ والله الإسلام في جوهره متسامح، وأهم عنصر يعني يميزنا عن أهل الكتاب من الإسرائيليين والنصارى أن ديننا يعني من أركانه الإيمان بالأنبياء، وهذا من أركان الإيمان عندنا، أننا نؤمن بالأنبياء بموسى وعيسى وببقية الأنبياء من آدم إلى سيدنا إبراهيم. بينما يعني لا نلاحظ نفس الإيمان عند المسيحيين وعند اليهود، لا سيما المسيحيين البروتستانت. نعم. دور الأمير في حقن دماء المسيحيين في سوريا في ذلك الوقت، يعني حول عند الأحداث الطائفية عام 1860، يعني هو يمثل دور القيادات الإسلامية مجتمعة في ذلك الوقت. لماذا لا نجد هذا الأمر ممكنا اليوم كما حصل في نيجيريا أخيرا مثلا؟ أنا في تقديري أن الأمير عبد القادر يعني صورة للإسلام الحقيقي، الإسلام المتسامح، الإسلام يعني مبني على تعايش الثقافات والديانات. فهو يعني آنيا يعني رمز مهم جدا، على رمز بطبيعة كصورة للإسلام الحنيف السليم البعيد عن الشذوذ والتطرف الأهوال التي نعيشها يعني بدون جدوى. فالرجل يعني معاصر بأتم معنى الكلمة، ويمكن يعني بطبيعة الحال يكون مثل وقدوة لكثير من الزعامات الإسلامية والعربية. نعم. شكرا لك محمد عباس، الكاتب المختص في تاريخ الجزائر المعاصر من الجزائر.